بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور التالتة. والنهارده هو الاثنين العظيم، عندنا تحليل فني ممتع وعندنا كلام كتير جدا جدا. انما البدايه مع الدوري المصري ومباراه كانت مهمه جدا بين الزمالك وسموحه، انتهت لصالح الزمالك ب3 أهداف مقابل هدف. المباراة كان فيها كلام تحكيمي كتير، اكيد هنقف عنده. انا عندي مداخلات مهمة جدا جدا. انا معايا على التليفون كابتن احمد سامي المدير الفني لسموحة. كابتن سامي مساء الفل وتحياتي وهارد لك. ازيك يا كابتن ابراهيم، اخبارك ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام والله زي الفل. تمام الحمد لله. يعني بداية يعني ببارك لنادي الزمالك على المكسب ومستر فييرا. لكن هو طبعا الماتش فيه احداث كبيره جدا، وطبعا سيناريو الماتش اتلخبط خالص، نتيجه مش فنيه خالص. طبعا انا عندي يعني نادي الزمالك نادي كبير، و يعني مش محتاج المساعده القويه دي. يعني حاسس انه كان في مساعده النهارده تحكيميه؟ طبعا. وفي نفس الوقت يعني قول لي كل الحالات اللي نفسك فيها يا كابتن سامي، او كل الحالات اللي انت بتقول عليها. اول دقيقتين بنالتي، علشان انا بعد شويه يعني انا كان المفروض هيكون موجود معايا الاول خبيرنا التحكيمي الكابتن جاد جريشه، بس قلنا عشان نلحق حضرتك تكون موجود معانا. فقول لي كل الحالات علشان خاطر بعد دقايق الكابتن جاد جريشه هيكون موجود معانا نحلل كل الحالات التحكيميه عموما. يعني انا بكلمك على البنالتي. طبعا البنالتي اول دقيقتين، واحنا كنا بعد البنالتي بربع ساعه موجودين بشكل قوي جدا. كميه فرص غير طبيعيه وضيعناها. طبعا كان في اخطاء، الزمالك قدر يجيب الاخطاء دي 3 جوان في 10 دقائق. وفي نفس الوقت طبعا البنالتي ده اثر في سيناريو الماتش بشكل كبير جدا، لان الزمالك كان طبعا البنالتي ده لو دخل كان طبعا هيبقى في مساحات اكتر. لكن انا في نفس الوقت يعني ضيعنا فرص كتير، وكنا الاحسن في الوقت كبير جدا، والنتيجه دي ما بتدلش على سير اللقاء. لان في 45 دقيقه الثانيه دي 45 دقيقه كميه فرص غير طبيعيه. لو جبت اللقطات بتاعت سموحه والفرص وكميه الوصول للمرمى قد ايه، لا هتعرف ان الموضوع يعني كان فيه طبعا اهدار الفرص، وكان فيه طبعا الزمالك فرقه كبيره وعندهم لعيبه كبيره قدروا يستثمروا ال3 غلطات اللي احنا غلطناهم وقت قليل. لكن هو في نفس الوقت انا عايز اقول لك يعني يعني الكوره في مصر مش بمسطره واحده. مش بمسطره واحده. وانا طبعا قولا واحدا. بمعنى ايه؟ وعندي الشجاعه القويه ان انا اقولها. لكن انا حدودي لغايه دلوقتي لغايه كده، ما اقدرش اتكلم اكتر من كده لان ممكن اتعاقب. طب خليني اسالك سؤال. دار اكتر من حوار مع الكابتن ابراهيم نور الدين، خاصه في اللقطه بتاعت صلاح امين. انا اتفرجت على الماتش كله، خاصه في اللقطه بتاعت صلاح امين. طب انت ايه رايك؟ رايي انا فيما يتعلق بالامور التحكيميه، لو انت راجل مشجع، يعني بتتفرج على كوره مش مشجع، بتتفرج على كوره. ما تحطنيش في الحته التحكيميه دي يا كابتن سامي. انا هيبقى معايا التحكيميه. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اي حكم في مصر الكوره دي بنالتي، ما فيهاش هزار. حتى البنالتي اللي عندنا ده اللي علينا مش بنالتي. طب احمد مصطفى كان فيه فاول، برضه في شك كبير جدا ان ممكن يحصل فيه برضه قصه. يعني انا عايز اقول لك يعني عايز اقول لك ان طبعا ربنا كبير. مش هقدر اتكلم اكتر من كده. اقول ايه؟ طيب انا اشرح لي بس انا بعرض اللقطه. اشرح لي اللقطه اللي قرب فيها كابتن ابراهيم نور الدين وحط ايده على راس حضرتك وحصل كلام نشعر منه انه يعني كلام فيه هدوء. هل كان فيه هدوء ولا لا؟ ده مش هدوء، ده شكل بس الكلام اللي كان بيتقال كان ساخن. بص يعني. كابتن ابراهيم نور الدين ده المفروض هو رقم 1 في مصر، صح ولا انا غلطان؟ يعني لو حضرتك شايف كده لا واحد. انا بتكلم عن لسه دولي واحد في القائمه الدوليه. يعني تقصد رقم واحد هو رقم 1 في القائمه الدوليه، انما تقييمات الناس دي حاجه ترجع للناس. ماشي، دي حقيقه. طيب المفروض يبقى يعني الحاجات الصغيره دي ما تعدوش. كان بيقول لك ايه بقى؟ كان بيقول لك ايه؟ ولا اصل هو في الاخر انا مش داخل خناقه كابتن ابراهيم. انت كنت هادي، بس هو انا بحترم الناس كلها. راح ادى كارت اصفر لصلاح امين. هو صلاح كان عمل ايه؟ ما صلاح اعترض ان الكوره بنالتي وفاول بتاعت احمد مصطفى دي ممكن ترتقي ممكن كارت مش اصفر. كمان البنالتي اللي علينا الفاولات العكسيه. يعني هو في الاخر انا مش داخل سينما، انا جاي العب كوره. أيوة، الكوره لازم يبقى فيها ايه؟ فير جيم.
طيب بناء على النهارده يا كابتن ابراهيم ما كانش فيه فير جيم. ما كانش فيه فير جيم. طيب بناء على كلام حضرتك الواضح ده فيما يتعلق بالتحكيم، واللي كان النهارده كمان كان فيه اعتراضات من قبلكم، هل في اي خطوه تصعيديه هتعملوها ولا؟ لا، هو انا طلبت طبعا الباشمهندس فرج والاداره ما بلغتني ان هم هيقدموا احتجاج في اتحاد الكوره، وكابتن ابراهيم مش هيحكم لنا تاني. والكلام ده مش ما فيهوش رفاهيه. يعني ما فيهوش رفاهيه ان لجنه التحكيم تقول ان هو يجي لنا، لا الجواب ده رسمي وطول والكلام ده رسمي هيبقى موجود. وكابتن ابراهيم يعني للاسف انا يعني مش هينفع يحكم لنادي سموحه تاني على جميع الاصعده، على جميع لغايه كابتن ابراهيم ما يبطل كوره، ما يبطل تحكيم. للدرجه دي؟ طبعا للدرجه دي. وللدرجه دي. انت في حاجه عايز تقولها ولا؟ لا مفيش اتكلم، انا مش هقدر اتكلم اكتر من كده. ما عشان بس ادي لك مساحتك كلها بالكامل. لا هو انا كده، انا في الاخر الناس بتتفرج على حتى خلي بالك جماهير الزمالك. انا بقول لك اهو جماهير الزمالك انا قابلتها، الناس اللي بتشجع في الاستاد قابلتها بره وقالت لي مش راضيين برضه. يعني انا بقول لك يعني حتى يعني الموضوع اولا نادي الزمالك والانديه الكبيره دي مش محتاجه الكلام ده يا جماعه. احسن لعيبه في مصر عندهم كواليتي كل حاجه، الكلام ده يعني مش محتاج ان انا يعني اعمل الكلام ده. وبعدين خلي بالك حاجات موجوده يعني سهله جدا تتحكم، يعني ما فيهاش مشكله. يعني بنالتي واضح خلاص بنالتي، اتغلبت 10-0 اديني حقي. يعني القصه مش موضوع يعني مش موضوع ان انا يعني انا مش عارف اقول لك ايه والله يا كابتن ابراهيم. يعني وصلت الرساله. لكن في الاخر انا بقول لك حتى لما كنت ماسك سيراميكا برضه نفس القصه. يعني انا عايز اقول لك ان لا، في انديه مظلومه في الدوري جدا. طيب تحب تفضل معايا على التليفون؟ ده اختيار مش اجبار. تحب تفضل معايا على التليفون وانا معايا كابتن جهاد جريشه تسمع؟ كابتن جهاد جريشه حكم كبير جدا، وكابتن سمير عثمان انا سمعته برضه قال على البنالتي بنالتي رسمي. وكابتن جهاد قال كده برضه. طب تحب تسمعه معايا؟ تخليك معايا وتسمعه؟ اسمعه ماشي. خليك معايا من فضلك يا كابتن سامي. طيب يا كابتن جهاد مساء الخير. كابتن ابراهيم مساء الخير حضرتك وعلى كل المشاهدين. حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كله الحمد لله تمام. طيب واضح ان احنا امام مباراه ساخنه من الناحيه التحكيميه، وهبتدي معاك بالحالات، وتحديدا اول حاله اللي اتكلم فيها وطرحها دلوقتي علينا الكابتن احمد سامي اللي سمعنا على الناحيه الثانيه. واعرف ابدا بالحالات يا كابتن ابراهيم، بس هكلمك في نقطتين بس، نقطه بسيطه خالص. أرجوك. احنا الفتره اللي فاتت يعني مشينا 3 خطوات 4 خطوات في التحكيم بصوره كويسه. وكلنا طلعنا اشدنا بالتحكيم بصوره كويسه. ايوه. النهارده رجعنا 10 خطوات لورا. 10 يعني للاسف، وكلنا على فكره زعلانين كحكام وكمنظومه تحكيميه، كلنا زعلانين. احنا بنتكلم في الاخر يا جماعه، احنا بنتكلم كحكام سابقين او حكام حاليين، عايزين عداله تحكيميه بين الكل. عايزين كلنا نتكلم على التحكيم بصوره كويسه، عايزين كل مدرب يطلع يتكلم على التحكيم بصوره كويسه، سواء كسبان خسران متعادل. احنا بنتكلم على في الاخر عايزين عداله، ان احنا بنعامل ربنا في الشغل بتاعنا. رجعنا 10 خطوات ورا علشان ما فيش كان عدل تحكيمي في ماتش النهارده، ولا عشان خاطر ايه؟ لا احنا بنتكلم النهارده، احنا ما فيش حد، ما اعتقدش ان في اي انتماء سواء النهارده سموحه او اهلي او زمالك او اي انتماء راضي عن التحكيم النهارده. مفيش رضا عن التحكيم بشكل عام. وهنتكلم بقى تحت التحكيميه. انا بكلمك على المجمل الموضوع النهارده. ماشي. اتفضل يا كابتن معاك مع الحاله. ابتدي مع حضرتك الحاله الاولانيه. حسام حسن وضربه الجزاء اللي رجع فيها الفار الكابتن ابراهيم نور الدين وقعد يشوفها. وانا الحقيقه اللي اقدر بقى اتكلم عنه هنا، انا كراجل اعلامي مش راجل فني في الحتت التحكيميه، انا ما فهمتش الشاشه اللي كانت مضلمه اللي كانت بتتعرض لنا احنا كمشاهدين دي كان لازمتها ايه. بس هو طبعا كان بيتفرج على شاشه حلوه وكان بيشوف بشكل اضاءته كويس. ما فهمتش الشاشه المضلمه دي اللي هي كانت طالعه لنا احنا على التلفزيون دي كان لازمتها ايه، ولا دي بتورينا ايه، ولا ده رسم بياني للاشباح وكيفيه تحركاتها في الليل، ولا انا ما عرفتش. هي الصوره للحكم وحكم الفار واضحه. سيبك من اللي احنا طالعين على التلفزيون، احنا بنتكلم على الصوره اللي اتعرضت للحكم وحكم الفار واضحه. الكوره بمنتهى البساطه يا ابراهيم، ان انا كمدافع ما لعبتش الكوره خبطت فيا. وبالتالي انا كمدافع رحت برجليا دهس على القدم. وده يتعاقب بركله جزاء وانذار للمدافع. هفترض بقى الأسوأ يعني في اللقطه دي ان المدافع نجح في لعب الكوره، ولكن عمل حركه اضافيه بعد لما لعب الكوره ودهس نفس الدهسه على المهاجم، برضه ركله جزاء وانذار.
يعني موضوع المبرر ان انا لعب الكوره او لمس الكوره، هو ما لعبش الكوره طبعا، هو في الاخر الكوره خبطت في رجل المدافع، ما لعبش الكوره. اذا دي ضربه جزاء صحيحه، ضربه جزاء وانذار للاعب الزمالك، وواضحه وصريحه وسهله، يعني اللعبه سهله وواضحه وصريحه في الدقيقه الاولى. لما هي سهله وحضرتك بتقول عليها سهله، والكابتن احمد سامي هو موجود معاه على الهواء بيقول لك الجمهور قال له برضه نفس القصه في الاستاد. الكابتن ابراهيم نور الدين الحكم الدولي اللي كان بيحكم المباراه دي وبيشوفها على الفار، ما شافهاش سهله ليه كده وحسب الكره مش ضربه جزاء؟ ده سؤال. لا انا مش لاقي مبرر يا ابراهيم في اللعبه سهله، ولعبه في اي مكان في العالم هتعمل حساب ركله الجزاء، وسهله وواضحه وصريحه وما فيش حد يختلف عليها. ما اعتقدش ان في حد في التحكيم في اللعبه دي هيختلف عليها. طيب خلينا نروح للحاله الثانيه اللي هي ركله جزاء لصالح الزمالك، واللي حسبها حكم المباراه على طول الكابتن ابراهيم نور الدين وصفر عليها. هل هي ضربه جزاء ولا لا؟ وهل هي لمست ايد الراجل ولا لا؟ بص يا ابراهيم، هو الراجل من اول ما صفر مشاور انها لمسه يد. طبعا انا نفسي على التحليل تعبت كتير جدا على ما اوصل ان في لمسه يد، لكن انا بكلمك بمنتهى الامانه. في لقطه موجوده في الاخر خالص، احنا بنفتش على ركله الجزاء. دي حقيقه. بس في الاخر احنا في الفيفا، لما الفيفا بتتكلم في لعبه زي دي، لما لقيت لقطه في الجوانت الاسمر بتاع اللاعب سموحه اللي رافع ايده لمست الكوره، بس عايز اقول لك ان في الملعب صعب قوي تتشاف بالمنظر ده. وهتقول لنا برضه في لقطه من الظهر. طيب لكن انا صبرت الحكم فيها، وصبرت ان ركله الجزاء تم احتسابها برضه عشان الامانه التحكيميه. بنتكلم ان اللعبه صعبه جدا. بس طيب هل هي في تحليلك لمست ايده قبل ما تلمس دماغه؟ اصل هي لمست دماغه، اللي انا شايفها بغض النظر على فكره في كل الاحوال ايده دماغه والايد. يا كابتن جهاد، هي دي ما فيهاش بغض النظر. انا بكلمك هي لمست يا كابتن جهاد، معلش طول بالك، انا بسال حضرتك سؤال واضح. هي لمست ايده قبل ما تلبس دماغه ولا لمست ايه الاول قبل ايه؟ ما هو اللي انا شايفه ان هي لمست دماغه قبليها. بقى حضرتك بتقول ان عندك احساس ان هي لمست. لا مش احساس، في صوره واضحه، مفيش احساس. اللعبه دي مش فيها احساس. ايوه، ان هي لمست ايده الاول قبل ما تلمس دماغه. هي لمست دماغه وجت ايده بعد كده، مش مشكله يا ابراهيم. بكلمك سواء ده او ده، في لمسه يد موجوده عندي، الصوره واضحه ان في لمسه يد موجوده. ضعيفه الكره ركله الجزاء، انا بقولها ركله الجزاء ضعيفه، لكن في الاخر دي في الفيفا انا قاعد كحكم فار صبرت للحكم. انا بكلمك بمنتهى الامانه عشان برضه ما اجيش على يمين او شمال. في الاخر انا في الملعب لو مثلا مسك الصفاره مش هحسبها ركله الجزاء. ماشي، انا كده طب هقول لك على حاجه ثانيه يا ابراهيم بقى فيها. يا كابتن جهاد معلش حاجه برضه عشان تبقى عارف والساده المشاهدين. انا لما بسال انا بسال كل الاسئله اللي كل المشاهد بيتفرج عليها. هي دي جت في دماغه ولا جت في ايده ولا جت في رجله ولا لتبقى راجل ما بفهمش في الحالات التحكيميه، وبالتالي الحاجات المعقده اللي شبه كده حضرتك موجود معانا عشان تفتينا فيها. فحضرتك بتقول ان دي ضربه جزاء، صح كده؟ تمام. طيب تمام. خليني بقى اروح للحاله اللي كانت في الدقيقه 15 بطاقه صفراء من نصيب احمد جمال لاعب فريق سموحه، بعد كان تدخل قوي مع نبيل عماد دونجا وسط اعتراضات بان يتم طرد اللاعب. صحه القرار من عدم. انا بس هرجع بس لعبه ثانيه يا ابراهيم، بس هضيف فيها حاجه صغيره. انهي لعبه اللي فاتت؟ اللعبه اللي بتاع ركله الجزاء بتاع الزمالك. طيب اتفضل قول. اللعبه دي الاصح فيها ان استنى 3-4 ثواني، تمام؟ اللعبه تكمل لو ما فيش هدف تم احتسابه وارجع لركله الجزاء. ده زي ما حصل بالظبط في لعبه سموحه، الهدف بتاع سموحه. حسام حسن لعب الكوره وكان في ودخل معاه محمد صبحي، كان لو ما كانش دخلت هدف كان هيتم احتساب ركله الجزاء لسموحه. فالاصح في اللعبه دي لما ابراهيم احتسب ركله الجزاء كان اصح انتظر، مش اتاحت فرصه. ده انتظار مش اتاحت فرصه، ده الفهم الصحيح لكره القدم. ان انا انتظر. اصله بص كده، بص زيزو مش لعيب صغير يعني. بص كده، كمل بص يا كابتن جاد، انا عارف انك مش قدام التلفزيون تمام، بس لكن تخيل يا ابراهيم، لو بصيت هتلاقي زيزو لسه مكمل على الكوره يعني لسه مكمل في الكوره، ما وقفش ما شاورش ما قالش يعني. هي فرصه، ده هيرجع كمان فرصه كبيره للزمالك يسجل هدف. بالظبط كده. انا بتكلم انا بقى الاسوأ في الصفاره دي ان يطلع ما فيش فيها لمسه يد. يعني احنا دورنا على لمسه يد لغايه ما لقيناها. طب احنا الاسوأ ان اللعبه دي مفيش فيها لمسه يد. يبقى انت كده الزمالك ما استفادش منها حاجه، بالعكس الفرقه المهاجمه خسرت ان فرصه يجيب بيها هدف. اللعبه دي الاصح بتاعها زي بالظبط هدف سموحه لما حسام حسن لعب الكوره كان في تدخل من محمد صبحي فيه الهدف سموحه اللي تم احرازه. انتظرنا الكوره دخلت جون. لو ما دخلتش جون مع ال3 ثواني انتظار على فكره مش اتاحت فرصه. ده الفهم الصحيح لكره القدم. انا انتظر 3 ثواني استنى اشوف نتيجه الكوره وارجع لو في قرار لركله جزاء، ده الاصح
في اللعبه، ده لازم اعلق عليها. يعني قرار تحكيمي لازم نستفيد منه كحكامنا، ان احنا طيب. ممكن ننتظر 3 ثواني. الحاله دي الحاجه الوحيده اللي تنفع فيها تبقى لمسه يد، انها تكون لمست ايديه بعدين لمست دماغه، لكن مستحيل تكون لمست دماغه وبعد كده لمست ايديه لان ما لمستش ايديه بعد دماغه، لان الكوره احنا في بعد مش شايفينه للاسف، شايفه بس ابراهيم نور الدين، هو بقى وضميره شايفه بس ابراهيم نور الدين. انا بكلمك بصراحه يعني. تمام. انا متفق معاك وعلى فكره مش مختلف معاك في كلمه يا ابراهيم. طيب خليني بقى اروح للحاله الاخيره اللي هي كانت في الدقيقه 15، هل كان يستحق بطاقه صفراء ولا لا احمد جمال، واللي كان بيطالبوا ان هو ياخد بطاقه حمراء؟ لا، هي اللعبه بمنتهى الامانه، التدخل بالذراع مش بالكوع، وبالتالي ده تهور من لاعب سموحه. اللعبه ما تستاهلش اكتر من الكارت الاصفر، وكان قرار صحيح من حكم المباراه بانذار لاعب سموحه وكارت اصفر. طيب خليك معايا يا كابتن جهاد. يا كابتن سامي. نعم يا كابتن ابراهيم. هل حضرتك تحب تسال الكابتن جهاد جريش اي حاجه؟ لا يعني انا طبعا بسلم على كابتن جهاد لكن انا في الاخر هو قال المفهوم اللي انا فاهمه ان بعد الماتش النهارده لا يا الموضوع بقى 10 خطوات او 15 خطوه لورا. 15 خطوه لورا. لان العمليه صعبه جدا 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 فوق ما تتخيل، وبعدين ده مجهود ناس. مش هقول لك الكلام اللي هو الستامب اللي هو يعني الاكلاشيهات. لا الموضوع لا لازم يبقى فيه وقفه كبيره جدا، لان الكوره في مصر مش بمسطره واحده. وخد التصريح ده على لساني وانا عندي الشجاعه الكافيه ان انا اقوله في كل حته. لا مش كده، كلهم انديه مصريه، كلها انديه مصريه، كلهم برضو عندهم لعيبه وعندهم مرتبات وعندهم كل الكلام ده. والكلام ده مش ماتش النهارده، لا ايام برضو ما كنت ماسك سيراميكا نفس القصه. فانا عايز اقول لك يعني في الاخر التحكيم ده حاجه اساسيه وبتدي راحه للمدرب بره. وفي حكام انا لما بشوفها والله العظيم لو غلط انا ما بفتح بقي، لان بتبقى غلطه مش مقصوده. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن سامي. كابتن جهاد بشكرك شكرا جزيلا. اشكركم شكرا جزيلا. اذا هذا هو التعقيب سواء من الكابتن احمد سامي او حتى كمان التعقيب التحكيمي على الحالات التحكيميه. بس انا هرجع على اللقطه اللي انا اللقطه اللي انا شفتها في جزئيه الفار، انا اقسم بالله ما فهمتها. يعني الكابتن ابراهيم بيتفرج على اللقطه، ده ايه بقى؟ ده ايه؟ ايه بقى؟ ده ايه؟ حد يشرح لنا بقى يا جماعه، ده ايه بقى؟ طيف الاشباح في الملعب؟ دي رسوم بيانيه؟ شخبطه اطفال؟ حد يفهمنا طب يا جماعه ده ايه ده؟ اخواننا المتخصصين، احنا ناس مش متخصصين، احنا مش متخصصين يا جماعه. ده ايه بقى؟ يا بيومي يا عظيمه، ده ايه يا جماعه؟ احنا ذنبنا ايه طيب؟ يعني انا دلوقتي بشوف كاس العالم للانديه، وصلت بيهم الشفافيه، بيجي الحكم يقوم قايل لك والله بص الكره ديت ضربه جزاء على اللعيب الفلاني، فانت تسمع في المدرجات واحنا نسمع في البيوت ومفيش بعد كده. طيب بذلنا مجهود كبير وجبنا فار واشتغلنا عليه وبتاع ومش عارف ايه، هو الفار ده مش معمول علشان خاطر الحكم يحكم بالعدل؟ ده رقم واحد. ورقم اتنين، انا كمشاهد وانا كاي حد، يعني انا كاي بني ادم بتفرج على التلفزيون اشوف صوره، صح ولا بتكلم غلط؟ فنجتهد احنا بقى ونتعب، والناس كلها مشكورين بقى تجتهد وتتعب ونجيب فار وندفع فلوس الفار وبالعمله وما اعرفش كذا والكلام ده كله، كل الناس مشكوره بتبذل ده. انما المنتج في الاخر يطلع لي بالشكل ده ليه بقى؟ ده اللي بتكلم فيه. ما هو احنا مصلحتنا واحده، وعشان احنا مصلحتنا واحده لما تبقى في حاجه مش صح لازم نقول للناس خدوا بالكم، علشان ده ما ينفعش، عشان الناس، عشان احنا كبار قوي، عشان ده الدوري المصري، عشان منتج ده احنا عايزينه يبقى ملعلع وفي السماء. فالحاجات اللي شبه كده ده استغفر الله العظيم يا رب كاس عام انديه، وترجع لكاس العالم اللي فات برضه نفس القصه. تقنيات يا جماعه، ما هي برضه، ما هو فار برضه يا اخوانا. ما علينا، انا هقعد انبح في حسي ليه؟ بس انا في القصه ديت انا مش هنبح في حسي، انا مش ماليش دعوه بالقصه دي، انا اوجع دماغي ليه؟ طيب في 37 فريق هيشاركوا بجوائز قدرها 10 مليون دولار. هيشاركوا فين بقى؟ في البطوله العربيه.
الاتحاد العربي عمل بطوله اسمها كاس الملك سلمان، اللي هي البطوله العربيه. اهو قدام حضرتك على الشاشه، هيشارك فيها 37 نادي عربي، قيمه جوائزها هتبقى 10 مليون دولار، اللي هي بطولات الانديه العربيه، احد مسابقات البطوله العربيه. يهمنا نعرف من هي الانديه المشاركه، وواحد من الانديه الجماهيريه الكبرى المعروف عنها مشاركتها منذ انطلاقه هذه البطوله يكاد يكون يعني هو نادي الاتحاد السكندري. هل الاتحاد السكندري بلغ رسميا؟ هل هناك تنسيق ما تم بين الاتحاد العربي والاتحاد المصري؟ كل ده هنعرفه دلوقتي حالا. انا معايا على التليفون الحاج محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري. برحب بحضرتك يا فندم، مساء الفل وتحياتي ليك. ابراهيم ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ طمني عليك، ولك وحشه كبيره. والله حضرتك كمان ربنا يحفظك يا رب. ربنا يبارك في عمرك يا رب. قول لنا موقف الاتحاد السكندري ايه الاول من المشاركه في البطوله العربيه؟ لا واحد احنا يعني انا طبعا زي ما حضرتك تشرفت وقلت نادي الاتحاد السكندري من الانديه اللي هي شاركت في البطوله من ساعه اعاده تنظيمها من تاني خلال ال5 سنين اللي فاتت. ونادي الاتحاد شارك تقريبا 2017 و18 و19. ووصل الادوار النهائيه ولعب مع نادي الزمالك تقريبا في الدور الثمانيه ووصلنا الدور الاربعه. والبطوله الثانيه لعبنا في الدور الثمانيه مع نادي الهلال السعودي. واتغلبنا منه في الرياض وتعادلنا معاه في اسكندريه. ايوه. ونادي الاتحاد الحمد لله خلال البطولتين يعني سمع طيب جدا جدا. وانا يعني لازم اذكر بكل خير طبعا شهر تركي الشيخ يعني اللي هو فعلا كان له الفضل نادي الاتحاد يشارك في هذه البطوله. وكان معاه في الوقت ده نائب رئيس الاتحاد العربي وما زال الكابتن هاني ابو ريده. وبصراحه الكابتن عامر حسين كمان زق معانا في الجزئيه دي. ولكن الحمد لله نادي الاتحاد ما قصرش ونادي الاتحاد شارك بشكل محترم وايديه بيه. وانا فاكر في تقريبا في واحده منهم كمان النادي الاسماعيلي كمان شارك. ايوه. واحنا طلعنا من النادي الاسماعيلي في البطوله دي. طيب انا زمايلي بيقولوا لي ان احنا مخرجينك دلوقتي من اجتماع مهم بسبب فرع النادي في سموحه، فيهمني برضه اعرف ده لانه اكيد بيهم جماهير نادي الاتحاد السكندري. انا بس عاوز ارجع تاني معلش يا كابتن ابراهيم للبطوله العربيه. اتفضل. واقول لحضرتك يعني لو يعني الاتحاد العربي يعني موجودين دلوقتي وقائمين عليه يعني الدكتور رجاء السلمي يعني من الناس المحترمه جدا جدا. ايوه. والراجل احنا على تواصل معاه في هذا الموضوع. وانا عارف قد ايه ان هم يعني البطولات دي بالذات بتحاول انها تجيب الانديه الشعبيه. يعني زي الاتحاد، نادي الاهلي، نادي الزمالك، نادي المصري، نادي الاسماعيلي ونادي البحاله طبعا. ولكن هو بتتكلم انت على نادي الاهلي والزمالك مشاركين في البطولات الافريقيه. ايوه. فممكن الاتحاد يكون له فرصه كبيره ان شاء الله انه يشارك طبعا بدعم الاتحاد المصري الاستاذ جمال علام وكل القائمين على الاتحاد المصري. يا رب ان شاء الله الاتحاد يكون له دور. وانا يعني من خلال حضرتك اتمنى مشاركه نادي الاتحاد في البطوله العربيه. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طيب اخبار فرع النادي ايه في سموحه بما ان احنا مخرجينك من الاجتماع دلوقتي؟ معلش. والله الاجتماع يعني انا يعني النهارده انا يعني شرفوني مجلس اداره النادي في اجتماع يعني عندي في مكتبي وتناقشنا في امور كثيره جدا جدا. وبصراحه اهم حاجه في الاجتماع ده يا ابراهيم وحضرتك يعني اكيد يعني توافقني رايي في هذا الموضوع. الازمه الماليه الرهينه اللي موجوده في كل انديه مصر. صحيح. وبالذات الانديه الشعبيه. حضرتك شايف يعني اللي بيحصل في النادي الاسماعيلي واللي بيحصل في الانديه الاخرى. وبيحصل في نادي الاتحاد السكندري مش بعيد عن هذه الانديه. واحنا النهارده لو بنتكلم في نادي الاتحاد عندك 18 19 لعبه موجوده في جوه نادي الاتحاد السكندري. مع طبعا تقديري واحترامي النادي المصري والنادي الاسماعيلي فهم عندهم لعبه واحده هي لعبه كره القدم. ايوه. والحمد لله احنا بقى لنا 5 6 سنين معايا مجلس اداره اكثر من رائع واكثر من محترم بصراحه. واحنا كلنا مش عاوز اقول لك ان احنا قد ايه ان احنا بنضخ من اموالنا ومن بيتنا على اساس ان احنا نساعد نادي الاتحاد السكندري. ده دورنا. ولكن في الاخر ده دور اعضاء مجلس الاداره النهارده في الوضع المالي اللي موجود في البلد الموضوع بيبقى صعب. صحيح. الموضوع بالسحر. فانا لما اجي اخبط الباب مثلا على زميل ليا في مجلس الاداره يعني كنا مع احمد عبد المجيد او محمد احمد او محمد خميس يعني لما يجي اخبط عليهم وبقول لهم لو انا مره يعني باجي اخبط كده انا ببقى نوع من الحرج. ولكن في الاخر هم يعلموا قد ايه محبه جماهير نادي الاتحاد السكندري لنا ووقفتهم جنبنا. فانا دورنا ان احنا ندير النادي ودورنا في نفس الوقت ان احنا
نسعد جماهير نادي الاتحاد السكندري، ولكن الموضوع فعلا صعب، ازمه ماليه يعني صعبه جدا. والنهارده خلال الاجتماع بصراحه يعني كان الكلام واضح ان احنا بنتكلم ان احنا ازاي يبقى في نوع من التوسيط الانفاق في المرحله اللي جايه، وازاي ان احنا يعني ننمي من مواردنا ونعظم من مواردنا، وازاي ان احنا بنفكر ان احنا يكون في يعني فكره ان احنا مثلا بعض المدربين، بعض الاداريين، بعض اللاعبين، عندنا قطاع كتير في كره القدم والباسكت، ان احنا يتم تخفيض بعض العقود بشكل ما يضرش. طبعا اهم حاجه بالنسبه لنا عشان اكون امين مع حضرتك الموظفين والعاملين جوه نادي الاتحاد السكندري. صحيح. وهم دول اللي بالنسبه لي اهم حاجه والسند بالنسبه لنا في النادي. طيب خليني بقى استاذ حضرتك اروح لملفات اخرى مهمه تخص فريق الكره، واسالك على محمد محمود وعمار حمدي، الصفقات اللي كانت لصالح الفريق، هل ده كان بناء على طلب الجهاز الفني ولا لا؟ اكيد طبعا كان بطلب الجهاز الفني. يعني اكيد ان هم يعني انا فاكر بعد اول تدريبه اللي في وجود محمد محمود وعمار حمدي كان ليا لقاء مع كوتش زوران وقال لي بالانجليزي كده بالظبط توب اوبس توب. هو معجب بيهم جدا وما شاء الله عليهم، هم بيأدوا اداء طيب، وان شاء الله يعني يخشوا مع الفرقه وان شاء الله يعني تبقى صفقه بالنسبه لنا يعني طيبه. وهم يعني عندنا في العقد اللي بيننا وبين النادي الاهلي ان هم موجودين لمده سنه ونص في الفتره اللي جايه ان شاء الله، وان شاء الله يكونوا اضافه في المرحله اللي جايه ان شاء الله. اكيد هم اضافه كبيره جدا. طيب خليني بقى اسال حضرتك واحنا استنينا لحد ما فتره الانتقالات كلها خلصت وعدت، واسالك في قصه مروان عطيه تحديدا. وفاكر حضرتك لما كنت اتكلمت معايا قبل كده وان وجهته هتبقى للزمالك، ايه اللي حصل وحول الوجهه تماما الى صالح النادي الاهلي؟ ايه القصه بالظبط اللي ممكن تحكيها لنا بعد ما الموضوع ما انتهى بكواليسها وتفاصيلها؟ بص انا ما كنتش حابب ان انا اتكلم في الموضوع ده، وحابب ان الموضوع بالنسبه لي يعني ملف واتقفل، ولكن انا ما زلت طبعا يعني حتى لو في اي نوع من الكلام حصل خلال الفتره اللي فاتت بعد موضوع يعني مروان عطيه ويعني هو راح النادي الاهلي، ولكن هتفضل علاقه مستمره وعلاقه محترمه تجمع بين نادي الاتحاد السكندري ونادي الزمالك. ايوه. بعيد عن اي كلام بيتقال. ولكن احنا ده طبعنا وطبع يعني نادي الاتحاد وطبع القائمين على نادي الاتحاد ان انا ما بحبش اخش في حاجات ممكن انها تولع الدنيا. ولكن في الاخر كل الاحترام وكل التقدير لرئيس نادي الزمالك وقائمين على نادي الزمالك، ولكن ده رياضه، وانا بقولها لك بس كده في جمله مصغره. مش معقول انا يكون، وعلى فكره ده كلام مع المستوى مرتضى منصور عشان تكون امين مع حضرتك يعني. مش معقول ان انا يتقال، وده اللي عاوز اوصله برساله لجميع نادي الزمالك، ان انا يتقال ان احنا اتعرض 12 مليون جنيه من نادي الزمالك وانا ابيعه ب 25 مليون جنيه. للعلم حضرتك بقى وده اول مره اقولها بقى. ايه بقى؟ معلش اعيدها تاني كده بقى معلش. ان مروان عطيه تم بيعه لنادي الاتحاد للنادي الاهلي بمبلغ 29 مليون جنيه. 29 مليون جنيه؟ خلاص. وضريبه القيمه المضافه هيتحملها نادي الاتحاد السكندري. خلاص عشان كان الامور تبقى واضحه. ماشي. ودي بشيكات مسجله من النادي الاهلي على 6 شيكات. ماشي. 3 شيكات يخصوا الضرايب و3 شيكات يخصوا عقد مروان عطيه بقيمه مبلغ 25 مليون جنيه. ايوه. و3 مليون جنيه و600,000 3 مليون و600,000 جنيه هم قيمه بيع، وتم تسليم الشيكات بالضرايب قيمه مضافه عشان هذا الموضوع. ماشي الكلام. فانا عايز بس انا عاوز اوصل ان هي كده. فلو انا عملت غير كده، وحتى لو طلعت وقلت ان انا اديت كلمه للمستشار مرتضى ودي باكدها، ولكن انا لو عملت غير كده يبقى انا بهدر المال العام، ومبقاش انا امين على نادي الاتحاد السكندري وموارد نادي الاتحاد السكندري. انت بعته لمصلحه نادي الاتحاد السكندري بالاعلى رقما اللي هو كان النادي الاهلي بالرقم اللي حضرتك ذكرته ده، لانك ابقيت المصلحه بتاعه النادي، هو ده اللي حضرتك عايز تقوله؟ اضافه الى رغبه اللاعب. بالاضافه الى رغبه مروان عطيه. بوضوح. في اي حاجه. الزمالك كان عارض اقل من كده بكتير؟ ده كلام معلم مستوى منصور مش انا على فكره.
ماشي، ما حضرتك موجود معايا دلوقتي، كلامك مسلم بيه، كلامك مصدق عليه. ولكن انا بحكي، ولكن انا بقول ان دي ملف اتقفل، ولكن كنت لازم اوضح للناس بعد هذه الفتره من الصمت الكامل مني انا شخصيا من بعض القنوات او من بعض القناه اللي هي حاولت انها تغير من الكلام، ولكن انا تملي وبقول وبعيدها تاني، علاقتي بالمستشار مرتضى منصور هتفضل محترمه، وعلاقتي باداره نادي الزمالك وتاريخ نادي الاتحاد السكندري مع نادي الزمالك هتفضل محترمه. السؤال بقى، محمود علاء ما رجعش الزمالك ليه؟ هل حصل حاجه في الموضوع وبالتالي رفضتوا عوده محمود علاء، ولا القصه تمت ازاي؟ ده خالص، هو يعني عشان اكون امين حضرتك، هو محمود علاء لعيب يعني سوبر. ايوه، هو لعيب كبير. وانا شايفه ان خلال فترته مع نادي الاتحاد السكندري بقى في حته ثانيه. ماشي. فانا لما اشوف حتى محمود علاء، انا متهيألي في اول اختيار للمنتخب القومي هيكون من اول الناس المختاره في المنتخب القومي محمود علاء. ايوه. النهارده لما انت يكون عندك لاعب بكبير انت محمود علاء، ويحصل ان انت التعاقد بتاعك تعاقد واضح ما فيهوش اي بند من بنود انه يرجع في شهر يناير، وانا اعتمدت عليه كلاعب اساسي في نادي الاتحاد. ايوه. فهيبقى من الصعب ان انا اتنازل عنه في فتره معينه، وانا اعلم علم اليقين ان هو بانتهاء الدوري العام محمود علاء هيرجع لنادي الزمالك. ايوه. وده حق صريح لنادي الزمالك. ولكن انا كان يبقى صعب ان هو يرجع، واحنا بكل احترام يعني احنا قلنا ان الموضوع هيبقى صعب، وانتهى الكلام على كده، والحمد لله. يعني على فكره حتى لو كان رجع ما كانش هيتم قيده كمان، ما كانش هيتم قيده. بالظبط. ما حصل نفس الكلام في بند صريح في عقد مثلا لاعب نادي سموحه محمود شبانه انه يرجع من اعارته لنادي الزمالك، ورجع عشان في بند في العقد انه يرجع في يناير، ولكن ما حصلش تم كده. فكان المحسن نفس الكلام يحصل محمود علاء. فمن حظ محمود علاء الطيب ومن حظ نادي الاتحاد الطيب ان هو كان في نادي الاتحاد. طيب، سؤالي بقى لحضرتك، في ظل ما فات وانا عارف انك دايما صادق، يعني هل هناك تعاون سيحدث مستقبلا بين الزمالك والاتحاد السكندري، ولا الموضوع بقى لسه في شويه حاجات؟ انا كلامي كابتن ابراهيم، حضرتك راجل في الدنيا، يعني الدنيا مش هتقوم. يعني انا مش خالد في مكاني، ولا المستشار مرتضى منصور خالد في مكانه. بكره او بعده او السنه الجايه او اللي بعديها، انا النهارده موجود بكره مش موجود. صحيح. فالعلاقه اللي هي بقى لها اكتر من 100 سنه ما بين نادي الاتحاد ونادي الزمالك هتكمل. صحيح. يعني وتكمل في وجودكم برضه، وتكمل في وجودك، يعني وهتكمل في وجودك. يعني حتى يعني انا سمعت المستشار مرتضى ولما راح اتحاد الكوره قال لك اكيد هيجوا عند صالح، يعني بيتكلم على اتحاد الكوره، خلي بالك بقى بانديه ورؤساء انديه. حاج محمد، انا بتمنى لك كل توفيق، وكان مهم الايضاح دون الخوض في التفاصيل. يعني هو دايما ده اللي بيعجبني فيك، انك بتوصل الرساله من غير ما نخش في تفاصيل بشكل او باخر. لو في رساله اخيره تحب حضرتك توجهها اتفضل، وهتوجهها لمين؟ بامانه انا هوجهها يعني الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. اتفضل. وانا يعني يا رب يعني يكون اي حد من المسؤولين سامعنا. نادي الاتحاد السكندري بقاله اكتر من سنه ونص يعني بينحت في الصخره عشان يكمل انشاءات نادي الاتحاد، اللي انا بقول ان هي لما اتعملت بقالها 50 سنه نادي الاتحاد كان بيتمنى انه يكون عنده حته ارض اضافيه للمكان اللي فيه نادي الاتحاد، وعنده ملعب كوره زي كل الانديه العاديه. فالنهارده لما يكون عندك حوالي 6 فدادين محتاجين ان هم يستكملوا انشاءاتهم، ويتم مثلا ان هم وقف لاي اسباب انا مش فاهمها لغايه دلوقتي، ولكن اتمنى يعني الخطاب طلع صريح من مجلس الوزراء، وانا بشكر طبعا الدكتور مصطفى مدبولي على موافقته على استكمال الانشاءات. وانا الكلام ده راح من معالي وزير الاسكان لمعالي المحافظ محمد بيه شريف، فالحمد لله مشكورا طلع جواب من عنده. فانا شايف ان الموضوع ده هيطلع للنور قريب جدا جدا جدا. نادي الاتحاد يستحق ان هو يستكمل انشاءاته، وده الوضع الطبيعي ان احنا نقدر ان احنا ننمي مواردنا في المرحله اللي جايه. فيا رب ان شاء الله الامر ده يكون واضح، وان شاء الله الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اللي هو تملي داعم لنا يكون سامعني، وان شاء الله يساعد في اسهامنا ان احنا نكمل هذه الانشاءات. وانا كمان مره يعني بقول لحضرتك متشكر، وانا تملي بقول وبعدها
ان الداعم الاول بالنسبه لي انا ومجلس ادارتي ونادي الاتحاد ولاعيبته هو جماهير نادي الاتحاد المحبه لناديها. فانا تملي بقول ان جماهير نادي الاتحاد في حته ثانيه، اتمنى الدعم اللي هيستمر لنادي الاتحاد النهارده في المركز السادس بشكل يليق افضل من كل سنه. فاتمنى ان شاء الله نادي الاتحاد ينهي الدوري في المربع الذهبي، وده اقل حاجه نادي الاتحاد كان ان شاء الله باذن الله. حاج محمد بشكر حضرتك شكرا جزيلا وخالص تحياتي ليك وبتمنى لك كل التوفيق دايما يا رب. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الحاج محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري. طيب عندي اخبار وعندي تفاصيل سريعه بس الوقت جري بيا، فبسرعه كده هقول لحضراتكم عناوين اخبار وتفاصيل تخص القلعه الحمراء. طيب خليني اقول لك انه كولر قعد مع القندوسي، كان بيتكلم معاه في بعض الامور الفنيه اللي ليها علاقه بالمهام اللي هيبقى مكلف بالدور بيها في الملعب. وكولر على جانب اخر كان طلب من الجهاز المعاون بالكامل ومخططين الاحمال ان هم يعرفوا اخبار المخزون البدني ايه عند القندوسي لبحث امكانيه مشاركه اللاعب في اقرب وقت ممكن. الجزء الثاني اللي عندي هو يخص برونو سافيو. المعلومه اللي عندنا انه برونو سافيو سيشارك مع الاهلي في الفتره القادمه وسيعود وفقا لانه الراجل بيتبع سياسه التدوير، واي حد موجود عنده هو هيحاول ان هو يستخدمه. فكره المصلحه العامه تجب اي شيء. وبالتالي برونو سافيو هيرجع تاني لحسابات مارسيل كولر في الفتره اللي جايه.